في الدايت مش مهم انك تكون بتاكل اكل صحي قد ما مهم انك ما تاكلش اكل مش صحي. فازاي نقدر نقول لنفسنا لا على الاكلات اللي بنكون عايزين ناكلها في الدايت وهي مش صحيه؟ ده اللي هنتكلم عنه النهارده. انا دكتور ايمان اشرف، صيدلانيه واخصائيه تغذيه علاجيه وهيلث كوتش. بقدم هنا على القناه محتوى عن التغذيه العلاجيه واضطرابات الطعام والهيلث كوتشنج. فلو انت مهتم بالمحتوى ده اعمل سبسكرايب او فولو لايك عشان الفيديو يوصل لناس اكتر. اول نقطه عشان نقول لنفسنا لا في الدايت ان احنا نكون حاطين في التلاجة الاكل اللي يساعدنا نقول لنفسنا لا. يعني ما كنتش جايبه في التلاجة تورته او حلويات او معجنات وتكون هي موجوده في الاكل بتاعي في التلاجة واقول لنفسي انا همسك نفسي ومش هاكل، اكيد مش هينفع. عشان كده انا دايما بقول لما بتيجي واحده بتتابع معايا وبتكون مثلا ام وعندها بيت، بقول لها حاولي وانتي بتغيري نفسك في الدايت تغيري اسرتك وتغيري اختيارات اسرتك، خصوصا لو انتي ام، يعني لو انتي المسؤولة عن البيت تغيري اختيارات اطفالك ان الاكل ده ما يكونش موجود في البيت على طول. ده هيساعدك وهيساعدهم. فمهم جدا ان التلاجة بتاعتنا تكون نظيفة. تاني حاجة مهم ان احنا نحط لنفسنا اختيارات لو خرجنا بره، لو خرجنا مع ناس انا ممكن اكل ايه لو انا خارج مع صحابي بره مثلا. فحاول دايما اختار الاكل النظيف. يعني في اماكن كتير مثلا بتقدم مشاوي، بتقدم رز الكبسة، مش لازم اروح اكل من ماك، احنا كده كده عاملين مقاطعة، بس عموما اي حاجة زي ماك مش لازم اروح اكل من الاكل الملزلز اللي بيكون فيه حاجات كتير. وانا خارج مع صحابي ممكن اخرج مع صحابي بس انا عارف اختياراتي ايه. ومهم جدا يا جماعة ان احنا ما نعيش بعقلية الضحية، يعني اصلا انا عامل دايت بس خارج مع صحابي فاكلت معاهم اللي موجود. لا، مفيش حاجة اسمها كده. انا خدت قرار ان انا اعمل دايت، فانا هتحمل مسؤولية قراري واختار الاكل اللي يوصلني لهدفي. تالت حاجة بكل بساطة قول لنفسك لا. في ساعات كتيرة كده بنكون قاعدين عايزين ان احنا نعك في الدايت وما نكملش في الدايت ونعك لأي سبب. حاول تقول لنفسك لا. كل يوم بتقول لنفسك لا بكل بساطة، بتقول انا مش هاكل ده النهاردة، انا هكمل في الدايت بتاعي. دي حاجة بتساعدك انك مع الوقت تتعود. كل مرة بتكسر رغبتك في حاجة معينة انت عايزها بتتعود مع الوقت ان انت تكون مالك زمام امورك، بتعرف توصل للاهداف اللي انت عايزها لانك مخطط ومنضبط وملتزم باللي انت عايزه صح. ومهم جدا بقى ان الدايت اللي احنا بنعمله يكون دايت متوازن. ما ينفعش ان انا يكون الدايت بتاعي فيه احتياجات ليا ناقصه، ليكن مثلا حد ماشي كيتو محتاج يزود نسبة الفاتس او الدهون مقارنة بنسبة الكارب، لان هو بياخد مصدر الطاقة بتاعه دلوقتي من الدهون. لان هو لو ما خدش احتياجه من الطاقة كويس هيلاقي نفسه مهمد. طب لو حد ماشي عادي يحاول يدخل سناكس تكون صحية وتحقق له اللي هو عايزه، يحاول يعمل الاكل اللي هو بيحبه بس بصورة صحية. انا كنت متكلمة كتير ان احنا ممكن مثلا حاجة زي المحشي وحاجة زي الكشري بتتعمل بطرق صحية وبتكون محطوطة مش بره الدايت، نقدر ان احنا ناخدها جوه الدايت عادي. مهم جدا ان احنا نعتمد على الفواكه ونعتمد على الخضار. النقطة بقى الاهم اللي هفضل اتكلم فيها على طول، مهم يكون عندك اهداف جنب الدايت. ما ينفعش يكون هدفك الوحيد في الحياة ان انت تعمل دايت، مهم يكون عندك هدف بتشتغل عليه بتحاول تطور نفسك فيه. حتى لو بنت مثلا موجودة وقاعدة في البيت وما عندهاش اي حاجة، مهم تحطي اهداف حتى في البيت. هتروقي البيت ازاي، هتهتمي بنفسك في ايه جديد هتكتسبيه مهارة في اهتمامك بنفسك، تقري كتاب، تشوفي فيديوهات، اعملي اي حاجة تشغلك عن الاكل. النقطة الاهم بقى ان احنا مهم واحنا بناكل نركز في الاكل. كتير قوي بياكلوا كتير ومش بيحسوا بالاكل لمجرد ان هم قاعدين ماسكين التليفون فحاسين ان هم ما شبعوش فبيكونوا عايزين ياكلوا تاني. فمهم ان احنا نركز في الاكل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن فلينظر الانسان الى طعامه. حسوا بالاكل كده، ده هيديكم شعور بالشبع، اصلا مش هيجيب لكم رغبة في ان انتوا تاكلوا كتير. ومهم جدا بقى تعرفوا ان احنا بنقول لنفسنا لا في بداية الدايت بس فترة مؤقتة، بس مع الاستمرار بتاع الدايت بنلاقي نفسنا ان احنا حرفيا الاكل اللي بيسبب السمنة احنا مش عارفين ناكله. فهي فترة مؤقتة ومع الوقت جسمك هيتعود، يبقى ده اللايف ستايل بتاعك وهتبقى عارف تكمل كده. بالعكس كمان انت لو كلت من الاكل المش صحي هتلاقي نفسك تعبت. اتمنى تكون الحلقة فادتكم. اعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم فيديوهات اكتر عن المحتوى بتاعي، ودوسوا لايك عشان الفيديو يوصل للناس اكتر. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.